تخيل كده إنك بتهرب من الموت جوه ساحة معركة عشان تلاقي نفسك فجأة متسمر قدام فوهة بندقية. الرعب بياكل قلبك وبتتمنى لو الموت كان أرحم من اللحظة دي. لكن الأغرب بقى إن البندقية دي كانت بداية الليلة قلبت كل الموازين. صاحبنا العسكري الهربان دخل بالصدفة بيت أرملة عايشة بطولها، بس إيه، الست دي كانت لسه محتفظة بجمالها وجاذبيتها اللي تخطف العين. أول ما شافت الرعب في عينين الراجل راقبته وهو بيسحب بندقيته الطويلة فجأة، لكن في الفيمتو ثانية اللي بعدها وجه ماسورة البندقية ناحية نفسه وشاور لها تاخد السلاح منه عشان يطمنها. الست بصت للبندقية بقرف واحتقار، كانت بتتمنى لو كل حتة حديد وكل سلاح يغوروا من الدنيا دي للأبد. والسبب إن جوزها لسه ميت من فترة قريبة في ساحة المعركة، وهي كانت عارفة كويس إن في الزمن الأغبر ده الأسلحة هي اللي خربت بيتها. المهم جهزت له لقمة بسيطة يسد بيها جوعه، وروقت له مكان ينام فيه جوه الزريبة بتاعتها دي، حتى خلته يلبس هدوم جوزها المرحوم. وبعدين رجعت لأوضتها وكان بيفصل بينهم مجرد شباك صغير. تاني يوم الصبح بدري سارة اكتشفت إن العساكر اللي بتلم الهربانين حصروا بيتها بتكتم. صحت الراجل بسرعة من نومه التقيل واستعجلته عشان يخلع بسرعة من الشباك، ورغم إن الراجل قدر ينفد بجلده، قسوة الحرب خلت العساكر دول ما عندهمش ريحة الدم. عشان ياخدوا شوية مؤن سحبوا سارة بره البيت بقلة أصل، ووصلت بيهم الجحود إنهم قلعوا هدوم طفلها اللي عنده 3 شهور بس، وسابوا حتة اللحم الحمراء يعاني في التلج. قصاد الفجر ده سارة ما كانش قدامها حل غير إنها تسلمهم خزين الشتاء كله. بس طمع العساكر ما وقفش لحد هنا، أجبروها تدخل البيت تاني وكانوا بيستعدوا عشان يعملوا معاها الدنيئة. اللي ما كانوش يعرفوه بقى إن صاحبنا الهربان كان رجع في هدوء وقرب ببطء من واحد من العساكر من ورا ظهره. الهدوء المريب جوه البيت خلى عسكري تاني يقلق، فقرر يدخل يستكشف. أول ما دخل شاف زميله بيحاول يعتدي على سارة، لكن بره البيت كان في عسكري لسه فيه لفتة إنسانية، لف الواد الرضيع بحنية في حتة قماشة دافية. الرحمة اللي ما تتوقعهاش دي لينت قلب صاحبنا إنمن أمر العسكري يقلع هدومه، وكان ناوي يعتقه لوجه الله ويسيبه يمشي. لكن المفاجأة إن العسكري ده يدوب مشي كام خطوة وانضرب بالنار ومات على إيد مين؟ سارة، اللي كانت جايبة آخرها في قمة غضبها. ظلام الحرب كان عامل زي ثقب أسود بيبتلع أي حاجة، حتى أضعف بصيص للإنسانية كان بيتمحي. الحتت اللي كانت مليانة بنور الطيبة بقت مجرد خرابات تخوف. المهم إنمن بدأ رحلته تاني عشان يرجع بلده، لأن في قلبه كان لسه فيه نور بيوجهه. النور ده كان البنت اللي عشقها من كل قلبه في مدينته. تفتكروا إيه اللي يخلي راجل يرمي روحه في التهلكة بالشكل ده ويستحمل العذاب ده كله؟ السر كله يرجع لورا 3 سنين. من 3 سنين بالتمام حنطور شايل بنت القس وصل لمدينة كولد ماونتن، وفي لحظة كسرت هدوء المدينة النايمة دي. البنت بشرتها كانت بيضة زي قشطة الحليب، وعيونها بتبرق زي النجوم. خطفت قلوب كل العزباية في المدينة، وبصفته أصغر نجار في الحتة إنمن كمان وقع في غرامها لشوشته. وعشان يلفت انتباه السنيورة آدا خطط لحيلة صايعة كده، طلب مساعدة جارته سالي ووعدها يشتغل في أرضها قبال الخدمة دي. وبمساعدة سالي آدا قربت من إنمان وهي شايلة إبريق عصير تفاح، وقصاد حرارة آدا وحماسها إنمان اللي كان بطبعه تقيل وهادي جاب ورا وارتبك جدا، وفجأة الكلام هرب من على لسانه. آدا كان واضح إنها مبهورة بكسوفه وسألته دغري لو عنده حاجة عايز يقولها، لكن إنمان عمل فيها تقيل وخبى مشاعره الحقيقية. تاني يوم آدا جابت بيانو من المدينة، وبالصدفة قابلت سالي تاني وطلعت غلها من برود إنمان معاها. سالي فهمتها إن إنمان في الحقيقة راجل طيب وقلبه أبيض، بس متشنك شوية ومش بيعرف يعبر عن مشاعره. كلام سالي ادى لآدا دفعة، وقررت هي تاخد الخطوة الأولى، وساقت عربيتها قصدة تعدي من قدام أرض إنمان وهي بتعزف بخفة على البيانو. المزيكا الحلوة سحرت إنمان وخلتها يسيب الشغل، وقلبه اتملى بمشاعر رقيقة. ولما أخيرا خلصوا تشطيب الكنيسة القسيس عمل واجب وعزم كل الرجالة اللي شقيت عشان يحتفلوا. آدا لعبت مقطوعة بيانو تسحر الكل، وبعد العزف لقطت إنمان واقف متردد بره الباب، فخرجت عشان تتكلم معاه. ومن وسط الكلام آدا فهمت إنه على وشك يلبس الميري ويتجند في الجيش، ورغم إنها كانت هتموت وتقنعه يفضل، الكلام وقف في زورها، وبدل ما تقول له خليك طلبت منه بلباقة صورة ليه عشان تخليها ذكرى. إنمان افتكرها بتشتغله أو بتتريق عليه فاعتذر بحذر، بس حبة حبة قدروا يفهموا طباع بعض ونظراتهم اتملت بالحب. إنمان ما بقاش يتكسف زي الأول، وفي يوم استجمع شجاعته وجاب نوتة مزيكا غالية عليه من ريحة أبوه لبيت آدا، وخبى صورته في الدرة جوه النوتة. لما آدا قلبت في النوتة ولقت الصورة طارت من الفرحة. الهدية البسيطة دي أثرت فيها جدا وقوت الرباط بينهم في السر. وخلال صلوات الكنيسة آدا وإنمان كانوا دايما بيتبادلوا نظرات تودي وتجيب، عيونهم كانت بتتكلم في صمت. لكن يا فرحة ما تمت وسط الهدوء ده صرخات إنذار ضربت المكان فجأة. الأخبار طارت
اكتشفت إن نار الحرب وصلت لكارولينا الشمالية، ورغم إن شباب كتير كانت واخدة الموضوع بصدر واسع ومتحمسين، آدا حست بقبضة في قلبها وخوف ملوش حدود على إنمان. آدا عبرت عن خوفها وقالت له إن والدتها في أمان في تشارلستون، بس هي مين هيستناها لما يرجع؟ في اللحظة دي القصة بتبدأ تاخد منحنى قاسي وكل حاجة حلوة بتتبخر. بس واقفة هنا يا بطل، قبل ما نكمل السهرة لو انت مندمج معانا انزل اخبط اللايك المتين واشترك في القناة عشان نبقى عيلة واحدة ونعيش سوا حكايات تانية كتير. نرجع لمرجوعنا. في صباح يوم سفر إنمان، آدا ادت له كتاب وصورتها هدية، وهو ماسك الصورة كان بيفكر في المجهول، وفي اللحظة اللي كلها شجن دي ما قدرش يمسك نفسه وباس آدا. البوسة دي كانت بمثابة عهد أبدي بينهم، وعد إنهم هيواجهوا الدنيا بحالها سوا. آدا وقفت تتفرج عليه وهو رايح للحرب في صمت، وحلفت إنها هتستناه يرجع بالسلامة، لكن اللي ما كانتش عاملة حسابه إن الانتظار ده هيجر ل3 سنين بحالهم، وفي خلالهم كل الجوابات اللي بعتتها اتبخرت من غير أي رد. واللي يقطم الوسط بجد إن أبوها مات في خريف كئيب وسابها بطولها تدير العزبة، ولأنها خيبانة في شغل المزرعة مخزون الأكل خلص بالبطيء. كبرت ورفضت تطلب مساعدة من الجيران، واضطرت تبيع وتفرط في عفش البيت حتة حتة عشان تاكل. ستر ربنا بفضل أصل أبوها وعمايله الحلوة مع أهل المدينة وقفوا جنبها وسندوها في المحنة دي، وده اللي خلاها يدوب ممشية حالها يوم بيوم. أكبر همل ليها كان لوحة الإعلانات في المدينة، كانت هتموت تشوف جواب من إنمان وفي نفس الوقت مرعوبة تلاقي اسمه في كشوف الميتين، بس الحمد لله اسمه ما ظهرش أبدا، وده اللي كان بيديها الصبر. بس حلاوتها خلت شوية بلطجية في المنطقة يحطوا عينهم عليها ويضايقوها. وفي الناحية التانية من الدنيا في ساحة المعركة، إنمان كان روحه بتطلع على إيده، وصورتها البهتانة كانت هي الونس بتاعه وسط الدم. كل ثانية في المعركة كانت غدر، والموت كان أقرب له من حبل الوريد. بس هل دي النهاية؟ من يجي شوية كده إنمان وزمايله كانوا بيجروا ورا أرنب في الخنادق يهزروا، لكن في غمضة عين انفجار مفاجئ طيرهم ورماه على الأرض وقطع الخلف. لحسن الحظ نجي من الموت بأعجوبة، لما فاق لقى الدنيا حواليه خراب، نار ودخان في كل حتة. عافر عشان يزحف بره الأنقاض، وبحرص لم الكتب وصورة إيده. لكن في اللحظة دي العدو فتح عليهم نار جهنم، والمعركة قلبت مجزرة بالأسلحة البيضاء والإيد. الروح بقت رخيصة قوي، وعساكر بالكوم بقوا جثث متكومة. ساحة المعركة بقت ريحتها موت ويأس. المجزرة دي حصدت أرواح ملهاش أول من آخر. زمايل كتير لإنمان خلصوا قدام عينه، حتى ولاد حتته ما نجيوش، وعاصفة الحرب كانت لسه بتعفر. في ليلة ضلمة وبرد كالكيت وإنمان بيحاول يلحق زميل مصاب، رصاصة غدر خدته في رقبته وطب ساكت فورا. من حظه الرصاصة ما خلصتش عليه، لكنه دخل في غيبوبة طويلة، وفي عز غيابه عن الوعي كان دايما بيهلوس باسم كولد ماونتن وإيدا. وفي اللحظة الفاصلة دي جواب من إيدا بعد لفة طويلة عريضة وصل أخيرا لحد سرير إنمان. الممرضة فتحت الجواب وقرته بصوت عالي لإنمان اللي كان في الباي باي. الجواب كان بيحكي إن المأساة خبطت على كل باب في الجبال دي، وكل يوم رعب من الأخبار المهببة، ومفيش أي حس ولا خبر منه. إيدا كانت بتستنجد وتدعي ربنا يكون بخير، بس هي خلاص جابت اخرها، ومكسوفة تفضل تاخد من الناس اللي يدوب لاقين ياكلوا. وترجته بقلب مكسور، لو بتحارب وقف قتال، ولو بتمشي وقف مشي وارجع لي. وكأن صوت إيدا كان ترياق. إنمان فاق أخيرا وخد قرار رجولة هيقلب حياته، إنه يخلع من الحرب دي ويرجع لحضن إيدا. وخلال فترة علاجه اتعرف على راجل أعمى بيبيع فول سوداني. الراجل قال له إنه عمره ما شاف شجر ولا سلاح ولا ستات، مع إنه لمسهم. إنمان قال له لو معاك فرصة تشوف الحاجات دي ل10 دقايق تدفع كام؟ العجوز رد بكلمة توزن بلد ولا مليم، عشان ممكن أكره كل اللي هشوفه. الصبح بدري إنمان حسم أمره إنه يسيب المستشفى، استغل غفلة الحارس ونط من الشباك. بس رحلة الرجوع لبلده اللي طولها 400 ميل ما كانتش فسحة، دي كانت مرار طافح بيمص الدم. المستقبل ساعات بيبعت لنا رسائل متلخبطة، بس يا ترى دي كانت أمل كذاب ولا حقيقة؟ مع زحمة الهربانين الجيش فتح عينيه على الآخر، وكولد ماونتن وصلتها أوامر عليا. الأوامر كانت صريحة، أي هربان هيتلبس تهمة خيانة، واللي هيخبيه شريك معاه في المصيبة، والميليشيا ليها الحق تخلص عليهم في مكانهم. إيدا زي عادتها راحت تتسحب تسأل عن إنمان، ورغم إن الرد كان لسه مفيش أخبار، هي خدت ده كأنه طوق نجاة، معناه إن إنمان لسه عايش وما اتقبضش عليه. وفي السكة إيدا قابلت سالي، ولما شافت حالتها اللي تصعب على الكافر قلبها اتقطع، وحلفت 100 يمين لإيدا تتخدى معاها. المرة دي إيدا ما كسفتهاش، وكالت لقمة دافية ترد الروح. وفي وسط الكلام
الكلام سالي سألتها ليه ما رحتيش تقعدي مع قرايبك، وهنا إيدا استوعبت الحقيقة المرة، ملهاش حد تلجأ له وسندها الوحيد هو إنمان اللي فص ملح وداب. جوز سالي قال لإيدا على بير قديم في المدينة حكايته حكاية، أسطورة بتقول لو عطيتي ظهرك للمية وبصيتي في مراية ممكن تشوف المستقبل. إيدا اتعلقت بقشاية وجربت الحكاية دي، وبشويش ظهر خيال راجل على وش المية. اللقطة دي خلت إيمانها حديد وبقت واثقة إن إنمان راجع لا محالة. إيدا مسكت الورقة والقلم وصبت كل لوعتها وشوقها في الجوابات، وفي عز ما هي غرقانة في الكتابة ظهرت بنت شابة اسمها روبي. سالي بعتتها عشان تكون إيد إيدا اليمين. إيدا اتكسفت جدا لأنها مشطبة ومش معاها تدفع مرتب، لكن روبي بنت البلد طمنتها وقالت لها أنا مش جاية عشان فلوس، أنا عايزة لقمة ومكان أنام فيه، بس كان ليها شرط واحد، مفيش معاملة خدامين، ومقابل ده هتساعدها توقف المزرعة الخربانة دي على حيلها. الكيمياء اشتغلت بينهم بسرعة، وروبي شمرت وبدأت شغل فورا، دي حتى جهزت الغدا بنفسها. تاني يوم الصبح روبي صحت آدم النجمة وبدأوا يفحرطوا الأرض المهجورة. الشتاء كان على الابواب وكان لازم يأمنوا نفسهم، ولأن روبي متربية في الشقة كانت عفريتة في شغل المزارع، وتحت إيدها آدة بقت شعلة نشاط في المزرعة. ورغم التعب اللي كان بيكسر ظهرها حست برضا وإنجاز عمرها ما دقته. وبشور روبي آدة خدت قرار تقيل، باعت البيانو بتاعها اللي ما بقاش ليه عازة وبدلته بتقاوي وشوية خنازير. ورغم الغصة اللي في قلبها آدة كانت عارفة إن الروح أغلى. الموارد الجديدة دي لو اتلعبت صح هتعديهم من شتاء ما يرحمش. وفي نفس التوقيت كانت رحلة إنمان لبيته ما تتوصفش من العذاب، وهو متخرشم وعيان مشي مسافة ال400 ميل دي زي اللي بيمشي على الجمر، عدى على مستنقعات وجبال واتعلم ازاي يسفي قشر الشجر وياكل الكابوريا النية عشان يعيش. الخيانة دايما بتيجي من المكان اللي ما تتوقعوش، وفي عز الإحساس بالأمان المصيبة كانت متحضرة. طريق الرجوع ما كانش مجرد خناقة مع الطبيعة، العساكر كانوا وراه زي ظله، وده خلى الفيلم فيلم رعب. بس شطارة وصياعة إنمان خلته يزغ منهم مرة ورا التانية، وعشان يتفادى العين كان بيمشي في الذرة بالليل. بس بعد شوية قابل قسيس شكله مريب كان بيحاول يغرق عبدة حامل منه عشان يداري فضيحته. قصاد الجبروت ده إنمان ما سماش، سحب بندقيته ووقف القسيس عند حده وأنقذ الست، وقبل ما يسيبه ربطه في شجرة وعلق عليه يافطة بفضايحه عشان يبقى عبرة لمن يعتبر. تاني يوم إنمان قابل شوية عبيد هربانين من الجوع، حاول يكسر معاهم $100 بشوية بيض، بس في أيام الغلا المرعبة دي الفلوس كانت ورق ملوش لازمة ورفضوا يدوله حاجة. وهو بيموت من الجوع كمل طريقه، وهو بيعدي مستنقع خبط في القسيس ده تاني صدفة. القسيس اللي اتفضح وبقى منبوذ، مراته والكنيسة رموه للكلاب وبقى مشرد. القسيس قال لإنمان على معدية قدامها تختصر عليه السكة، بس الأجرة كانت نار، $200. إنمان وافق، كان هيتجنن ويرجع، بس اللي ما كانش في الحسبان إن البت اللي شغالة على المعدية طلعت شمال، طلبت $30 زيادة قصاد إنها تقلع هدومها وتعمل معاد دنيئة. وفجأة لعلعة رصاص رنت في المكان والبت وقعت في المية. طلع إن فرقة عساكر صيادين الهربانين ظهروا وفتحوا النار على البحري. إنمان جمع آخر ذرة عافية في عروقه وجدف بهستيريا، ويدوب هب على الضفة التانية ونفد بعمره. إنمان والقسيس كانوا لسه بيلهثوا وروحهم في مناخيرهم لما قابلوا شاب من المنطقة جنب ترعة صغيرة. طلع إن طور الشاب ده غطس مات في المية ونجس الدنيا، فطلب من إنمان وصاحبه الفزعة ووعدهم بأكلة محترمة لو ساعدوه. حطوا إيدهم في إيد بعض وخلصوا الحوار. الشاب طلع راجل ووفى بوعده وأخدهم بيته. وبعد كام كاس نبيذ إنمان دماغه لفت ويدوب بيقوم يمشي، مرات الشاب مسكت فيه واتثبتت. وفي اللحظة دي العساكر كسروا الباب وهم بيدوروا على الهربانين، وهنا اللعبة اتكشفت. الراجل ده كان كاشف ورقهم من البداية وسلمهم تسليم أهالي عشان المكافأة. كل حاجة كانت ماشية في سكة إن الحكاية هترسى على بر، لكن القدر دايما مخبلنا خوازيق محدش يتوقعها. في الوقت ده حياة آدة اتعدلت كتير على إيد روبي، لدرجة إنهم حوشوا شوية خير وقالوا نرد الجميل لسالي اللي وقفت معاهم في الشدة. بس الصدمة بقى لما راحوا لسالي قابلوها بوش خشب ورفضت تدخلهم. ومفيش دقايق بعد ما آدة وروبي مشيوا العساكر اقتحموا بيت سالي، ولأن ولاد سالي كانوا مطلوبين الميليشيا كانت متأكدة إنهم مستخبيين جوه، وعشان يجبروهم يطلعوا قتلوا جوز سالي بدم بارد وكسروا إيدها تحت عمود عشان تعترف. العيال اللي كانت مستخبية في الزريبة ما قدروش يشوفوا أمهم بتتعذب كده وطلعوا يجروا بقلب ميت عشان ينقذوها، بس الميليشيا رشتهم بالرصاص وخلصت عليهم. آدة أول ما سمعت الرصاص طارت على بيت سالي ولقت مجزرة، العيلة كلها اتذبحت ما عدا سالي اللي كانت بتطلع في الروح. أنقذوها ورجعوها بيتها يعالجوها، بس سالي كانت خلاص روحها بتنسحب. في نفس الوقت إنمان كان في موقف لا يحسد عليه، متسلسل بالحديد وعلى وشك يترحل للخطوط الأمامية، وفجأة جرس الإنذار ضرب. العدو كان بيهاجمهم وش لوش. كابتن الميليشيا صرخ في الكل يستخبوا على التل، وفي الهيصة دي الهربانين حاولوا يفكوا نفسهم، وعشان ما يعملوش دوشة الكابتن أمر العساكر يتعاملوا بالسنكي. ولما الميليشيا قربت الهربانين صرخوا يفضحوهم للعدو ونجحوا يشغلوا بالهم. المعركة ولعت
ولعت نار، بس عشان عددهم قليل خلصت في ثواني. إنمان لما فاق لقى الدنيا حواليه صمت القبور، الجثث مفرشخه في كل حتة، قاوح عشان يفلت من الجحيم ده، بس السلاسل كانت متقلة حركته، ويدوب وهو بيجيب إخره راعي غنم ابن حلال معدي فك دقته. وبعد 3 أيام في غيبوبة إنمان أخيرا فتح عينيه. الست العجوزة اللي أنقذته دي كانت جدعة، ذبحت له خروف عشان يرم عظمه وعالجت جروحه بنفسها، ولما شد حيله وجه يمشي ادت له مسدس يحمي بيه نفسه وخروف زوادة للسكة. ورغم ان الحرب غمت الدنيا كلها كان لسه في ناس ولاد حلال بينوروا زي النجوم ويفكرونا ان لسه في امل. في ليلة عاصفة إنمان دخل بالصدفة بيت سارة الأرملة اللي حكينا عنها في أول القصة، وقبل ما إنمان يسيبها سارة اتحايلت عليه يفضل، كانت شايفة ان وجودهم سند لبعض في الزمن المهبب ده. بس إنمان اعتذر بأدب وذوق عشان في واحدة تانية مالية عينه وقلبه مستنياه، وهي كانت السر اللي مخليه واقف على رجله. وكمل صاحبنا سكة الرجوع. في الوقت ده بقى بيت آدة جاله ضيف تقيل حرامي، وطلع مين الحرامي ده؟ استبرد أبو روبي بشحمه ولحمه، اللي كان هو كمان هربان من الجيش، ولأنه موريها الويل وهي صغيرة روبي ما كانش فارق معاها يموت ولا يغور. بس استبرد اعترف ان الحرب ربته وانه ندمان على كل سفالته القديمة. روبي رغم الغل اللي جواها ادت له شوية أكل وطردته، بس الدم بيحن برضه. تاني يوم الصبح استبرد رجع بشلة من صحابه وعملوا له زفة تحت شباكها. المزيكا كانت سحر دوبت سنين من الجفا والزعل، وفي الزمن المنيل ده القعدة دي لمت العيلة عشان يحتفلوا بالكريسماس وكل واحد سامح التاني. لكن القدر ما بيسيبش حد في حاله. بعدها بشوية الميليشيا جابت قرارهم في الجبال من تتبع خطواتهم في التلج. لحسن الحظ واحد من صحابهم كان بره بيقضي حاجته فنجي من الكمين. استبرد حاول يستعبط ويقول انه مجرد مزيكاتي، بس صاحبه الغبي فضح الدنيا من غير ما يقصد. الميليشيا خلصت عليهم بدم بارد، والصاحب اللي نجي نزل الجبل يبلغ آدة وروبي بالكارثة. البنات طلعوا يجروا على الجبل، وبمعجزة إلهية استبرد طلع فيه الروح. الرصاصة ما جاتش في مقتل فكتبت له عمر جديد، ونقلوه يستخبى في كهف. آدة سابت روبي تمرد أبوها وخدت هي البندقية وطلعت تصطاد. بطلقة واحدة جابت طير فزان محترم وظبطت العشاء، وهي راجعة بصدها لمحت خيال بيتحرك، رفعت البندقية وشدت الأجزاء للتحذير. طلع مين؟ إنمان اللي شرب المر ورجع. الأيام بهدلتهم، البنت الشيك بقت ب100 راجل وماسكة سلاح، والشاب الحليوة بتاع كولد ماونتن دقنه طولت وبقى متبهدل زي العواجيز لدرجة إنها يدوب عرفته. بس الخيال المألوف ده خبط على قلب آدة وصح كل الشوق، ولما الراجل لف وشه اتأكدت إنه حب عمرها اللي روحها فيه. كل الكلام اللي كانت مجهزاه اتبخر ودموعها نزلت في صمت. ما كانش فيه حضن درامي زي الأفلام. آدة خدت إنمان في هدوء لمكانهم. الحرب غيرت كل حاجة، ولما حلم السنين اتحقق آدة لقت نفسها مش عارفة تتصرف إزاي. ولما الليل ليل أخيرا انفردوا ببعض. آدة سألته بلهفة وصل لك جواباتي؟ قال لها ما جاليش غير 3 بس. ولما سألته كنت بتكتب لي؟ اعترف إنه كان بيكتب في كل فرصة، وإنه لولاها كان زمانه ضاع في الضلمة. ورغم إن مقابلتهم زمان كانت تتعدى على الصوابع، الذكريات دي كانت محفورة في دماغه. روبي بنت البلد حست بيهم فانسحبت بهدوء وسابت لهم المكان. ورغم إن الحرب سرقت ألوان الحياة فضل شعاع النور ده مدفي قلوبهم. وفي الليلة دي إنمان وعدها بالجواز وبنوا جنتهم الصغيرة في الكوخ ده. ومع شق النور اتفقوا يتفرقوا تكتيكيا، آدة وروبي يسبقوا على البيت وإنمان يسند استبرد في الخباث. كانوا فاكرين إن أيامهم الجاية كلها عسل، بس ما كانوش يعرفوا إن ده الوداع الأخير. يدوب آدة وروبي نزلوا من الجبل لبسوا في العساكر، واللي ما يعرفوهوش إن الراجل اللي كان بيوصل الجوابات اتقبض عليه وتحت التعذيب فتن عليهم. الميليشيا اتهمت روبي إنها بتفصل بلطوهات للهربانين وكانوا ناويين ياخدوها معاهم. روبي قصاد العساكر اللي قتلوا أبوها ما جبيتش ورا، شدت الأجزاء وضربت أول نار والاشتباك ولع. في اللحظة دي إنمان نزل عليهم زي القضاء المستعجل، وبحرفنته في النيشان خلاهم يجيبوا ورا ويتشتتوا. في عسكري منهم حس إن المصلحة خسرانة فحاول يخلع. إنمان جري وراه من غير تفكير لأنه لو هرب هيجيب لهم قوة أكبر. وفي مواجهة راجل لراجل العسكري كابر ومرضيش يسلم واختار يخلص على إنمان. الاتنين داسوا على الزناد في نفس اللحظة. صوت الرصاص شق الجبل، العسكري وقع مقتول، بس إنمان كمان خد طلقة في مقتل. من بعيد آدة سمعت الرصاص قلبها اتقبض وجريت زي المجنونة ناحية الصوت. وفي مكانهم المألوف إنمان كان بيمشي وبيقع، نفسه مقطوع وخطواته تقيلة، والغربان ملت السما حواليه في مشهد يقبض القلب. وفي النهاية وقع على التلج. الحب الأبدي هو اللي خلاه يعافر عشان يرجع لها، وزرع وردة أمل في عز الخراب ده كله. في زمن كله ضرب وتكسير إنك تتمسك بالنور اللي جواك هو أحسن سلاح تقاوم بيه العاصفة. أنا شخصيا اتأثرت جدا بعندهم
بإخلاصهم وصدقهم، كأنهم نوروا كشاف يخليك تكمل طريقك مهما كان مليان مطبات. مرت 3 سنين ونار الحرب خمدت. آدا عاشت مع بنتها عشان تبني حياة حلوة في كولد ماونتن، وكانت دايما تحكي لبنتها إن أبوها ما كانش هربان، ده كان بطل حقيقي. مع الأيام آدا عمرها ما نسيت إنمان، فاكرة أول لقا بينهم وعيونه الحزينة والابتسامة المكسورة اللي كان مخبيها. وهنا يا سادة بتخلص حكايتنا اللي بتثبت إن الحب بيعيش وبيطرح حتى وسط ركام الحرب. شاركوني بقى برأيكم في التعليقات، تفتكروا لو إنمان كان ريح دماغه وفضل مع سارة الأرملة من الأول كان مصيره اتغير، ولا المكتوب على الجبين لازم تشوفه العين؟ ما تنساش تشترك معانا وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام.